اليوم غتسمعوا من اذكى البراكاجات البنك في اليابان. انا متاكد غادي تنباهوا من هذه القصه لان الاحداث اللي فيها غادي تصدمكم، وحاولوا تصنتوا لهذه القصه حتى الاخر. سلام الله عليكم. القصه ديالنا غتبدا سنه 1968 مني مدير ديال البنك في العاصمه طوكيو غتوصلوا رساله في البيت ديالو فيها انه يجيب لصاحب الرساله 3 مليون ين ياباني ولا غيفجر البيت ديال المدير بالديناميت. وهنا دغيا غيعيط للبوليس، ولكن هادشي ما غيمنعش هاد الشخص اللي ما معروفش من انه يصيفط رسائل المدير، وغيبقاو يوصلوه ديما رسائل بنفس المحتوى. وهنا البوليس غيعينوا اشخاص اللي يحضيو بيت المدير والبنك، وكان كاع اللي خدام في البنكه خايف من هاد التهديدات. وبعد شويه ديال الوقت غنتاقلوا ل 10 ديسمبر 1968. البنك غيبغي يسلم دفعه قيمه ديالها 300 مليون ين لشركه توشيبا. هنا مدير البنكه غيعين 4 ديال الموظفين باش ينقلوا الفلوس في الطوموبيل من ديال البنك. وهما غاديين في الطريق فجأة غيوقف عليهم بوليسي بالموطور وهو متوتر وكيجري، وغيقول لهم هو كيغوت بيت المدير تفجر والمجرم يقدر يكون داير قنابل حتى في الطوموبيل اللي راكبين فيها. دغيا هنا الموظفين غيستوعبوا ان المجرم المجهول نفذ التهديدات ديالو وغتشدهم الخلعه، وغيقول لهم البوليسي قلبوا تحت رجليكم لا يكون حاط قنبله تما. وهو غيهود يقلب تحت الطوموبيل، وفجأة غيبدا يطلع الدخان من تحت الطوموبيل. وهنا البوليسي غيغوت عليهم وغيقول لهم دغيا هربوا او تخباو، ومع الخلعه كانت شداهم غيمشيو ورا الدار وغيبقاو مخبين. وبعد شويه ديال الوقت ما غيسمعوا لا تفجير لا والو. وهنا غيخرجوا يشوفوا اش كاين وما غيلقاوش الطوموبيل، وغيستنتجوا ان الشرطي ساق الطوموبيل باش ما تفجرش على الناس. ولكن غتكون الصدمه ديالهم من غيعيطوا للمدير وغيلقاو ما واقع ليه والو. هنا غيعرفوا راسهم تسرقوا بطريقه جهنميه، والمبلغ اللي تسرق كان هو 6 مليون دولار الا حسبناها بالفلوس ديال دابا. ودغيا غيجيو البوليس وغيلقاو بزاف ديال الادله، واهمها هو الموطور كان كيشبه الموطور ديال البوليس. وغير هادشي في الوصف ديال الموظفين قالوا انه كان لابس حوايج كتشبه ديال البوليس. وهنا تاملوا معايا الذكاء ديال هاد السارق. وبعد شويه ديال البحث غيلقاو طوموبيل ديال البنك وغيلقاو اثر طوموبيل اخرى في بلاصه نيت، والغد ليه ملي غيتنشر الخبر في الصحافه كلشي غيكون مصدوم من الذكاء ديال السارق، وكاينين اللي غيوليو معجبين به. وبعد البحث كبير البوليس غيقدروا يصاوبوا تصويره كتشبه السارق، وهذه هي التصويره اللي طلعت معاهم. وغنصدمكم مني غنقول لكم ان التحقيق اللي دارت اليابان في هذه الجريمه كان اكبر تحقيق داز في التاريخ ديالها، وعدد البوليس اللي شاركات فيه 170 ألف، وكان 110 ألاف مشتبه فيه. وغنزيد نصدمكم مني غنقول لكم ان قيمه التحقيق وصلت ل 900 مليون ين. عرفت كتفكر فيها، تحقيق كلف اكثر من الفلوس اللي تسرقوا. ولكن اليابان كانت باغا تبين للشعب ديالها انها قادره تفرض النظام والامن. وخلال هذه العمليه غنمروا على جوج ديال المتهمين، حيت القصص ديالهم غتصدمكم. المتهم الاول غتكون القصه ديالو حزينه. هذا المتهم سميتو تاكيناكا شوجيو كان، خدام سائق طاكسي، والسبب الاتهام ديالو كان انه عايش في بلاصه قريبه للبنكه، والشكل ديالو كيشبه صوره السارق. ولكن البوليس ما غيوصلوش لشي دليل اللي يدينو، وكانت عنده حجه ديال الغياب ديالو. ومني كانت الشرطه كتحقق مع تاكيناكا غتسرب المعلومات للصحافه وغيكتبوا عليه انه المتهم اللي نفذ السرقه. وهنا غتدمر الحياه ديالو، وكاع الناس اللي قرب ليه وعائلته غيبعدوا منه باش ما يتبعهمش العار. وفي ليله من الليالي غيلقاو تاكيناكا مصفيها لراسو بسبب اكتئاب اللي ولا عنده والعار اللي تبعو. هنا غنتقلوا للمتهم الثاني غيكون سميتو ساتو يوشيرو، وعمره 19 عام، وكان منضم لواحد العصابه، ولكن في نفس الوقت كان باه بوليسي. ومن غيستجوبوه المحققين ما غيلقاوش عنده حتى حجه غيابيه من وقعت السرقه. وهنا كاع الايدي ديال الاتهام غتوجه ليه، وقبل ما تعتقلوا الشرطه بساعات غيلقاوه ميت بسم السيانيد في البيت ديالو. والبوليس بعد ما غيحققوا في هذا الشيء غيختموا انه صفاه لراسو. وهنا غيبداو يتنشروا شائعات وغيقولوا ان باه هو اللي سمو باش ما يلحقوش العار الى تشدوا الولد ديالو. وبعد 7 سنين من السرقه، وبالضبط في ديسمبر سنه 1975، البوليس غيعنوا اغلاق القضيه بلا ما يوصلوا لحتى شي حاجه. وبعد 20 سنه من السرقه غيتم اعفاء السريق من كل التهم القانونيه حسب القانون الياباني، ويقدر يطلع السارق ويقول انا اللي درت الجريمه بلا ما يتحاكم.
هنا اخوتي كتسالي من اكثر القصص الذكيه. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لايك وكومنتير وتقترح علينا القصه الجايه. بيس. Da-dum, da-da-dum, da-da-dum.